السلام عليكم ورحمة الله الإخوان. بالنسبة للناس اللي كيسولوا على حساب السقي ديال الفصة، كاين اللي كيقول لك واش نعطيها ساعة في النهار أو ساعتين في النهار أو ثلاثة. هاد الطريقة خويا غادي تقدر تخدم بها، تخدم لك في الخضر مثلا مطيشة والفول والجلبانة، تقدر تخدم بهاد القضية ديال السوايع. أما بالنسبة للفصل لا، بالنسبة للفصة من الأحسن إلا بغيتي الطوناج وبغيتي الجودة ديالها غادي تجمع، غادي تسقي مثلا، تقدر تعطيها واحد السقيه زوينه مثلا النهار كله، تعطيها حتى تشرب الماء مزيان، وتقدر ديك الساعه تمنك واحد السيمانه ولا على حسب الجو وعلى حسب التربه. تقدر من بين 8 ايام حتى 10 ايام كاع تقدر تميك، يعني غادي تعطيها واحد جوج سقيات بحال هكا او الثالثه وتحصد. لان جربنا هاد القضيه ديال السوايع، يعني ساعه في النهار ولا ساعتين في النهار ما كافياش للفصه. الا كتعقلوا واحد الوقت كانت الفصه ديك الساعه كتجي مليحه، شنو هو السبب؟ وهو كنا كنسقيوها بالحواض مثلا بالغمر، كتسقيها سقيه وكتمنك واحد السيمانه وكتجي الفصه مليحه. من الاحسن الا بغيتي الطوناج وبغيتي الجوده اعطيها سقيه مزيان، وراه كتجي احسن من الحواض. راسها الا عرفتي بان الحواض داك الماء كيبس عليها الارض. بالنسبه للسقي بالقوتور لا، كتبقى ديما الارض هشيشه على الجذوره وكينشطوا. وهذا والسلام، والله يوفق الجميع ان شاء الله رب العالمين.